عايزه تتجوز عشان خاطر بس تهرب من المشاكل. دماغك مسوحاكي وتفكري انك تتجوزي اي واحد يخبط على باب بيتكم. اقنعيني اقنعيني، عشان المشاكل عمرها ما تتحل. انت متاكده واثقه ان الشخص اللي انت هتتجوزيه ده كويس؟ بصوا بقى بجد، عارفين المثل اللي بيقولك الجواز ده زي البطيخه؟ بجد الجواز ده زي البطيخه. انت متاكده ان البطيخه اللي انت هتاخديها دي كويسه حمرا يعني؟ اكيد لا. افرض بقى انت اتجوزتي واحد زي ما انت ما بتقولي، انا هعيش بقى معاكي واتخيل معاكي، اتجوزتي اول واحد خبط على باب بيتكم، وفي الاخر بعد ما اتجوزتيه اكتشفتي ان هو بخيل، واكتشفتي ان هو يعني اسلوبه مش كويس، واكتشفتي ان هو بيعمل مشاكل وبيمد ايده وبيضرب وحاجات كتير بقى. حلو، انت كنت بتهربي من مشاكل بيت اهلك، طب لما تروحي بقى لجوزك ده هتهربي منه ازاي؟ انت لما روحتي بيته لقيتيه بالصفات السيئه دي، انت هتعرفي تهربي منه بقى؟ هي هتتجوزي واحد تاني؟ اكيد لا. امال يا بنتي يا سماسيمو، لو انا بواجه مشاكل في بيت اهلي، ايه الطريقه اللي انا ممكن